فاطمة حست إن الدم نشف في عروقها. إزاي يا حماتي؟ أنا لسه عروسة، ده كتير عليا. حاولت فاطمة تستوعب يمكن كلامها يكون فيه سوء فهم، لكن حماتها قطعتها بحدة أكبر. مفيش الكلام ده، هو كده، يا تنزلي زي ما بقولك يا إما. وسابت الجملة مفتوحة، وده كان كفيل يخلي الدم يجري في عروق فاطمة. فاطمة بنت الكرامة، الدم نشف في عروقها. لا يا حماتي، أنا مش هنزل تاني غير بمزاجي وفي الوقت اللي أنا أحدده، ومش هنزل أخدم حد. أنا كنت ناوية على كل خير وأخدمك بعناية، بس بطريقتك دي مش هسمح لحد يخطط لي أعيش حياتي إزاي. الكلمة دي نزلت على حماتها زي الصعقة. يبقى على بيت أبوكي، صرخت حماتها، وبصوتها ده كل اللي في البيت اتلموا. فاطمة اللي كانت بتشوف في جوزها أحمد السند والظهر، بصت له وهي مستنية كلمته، مستنية يشيلها من الموقف ده. لكن أحمد اللي كان لسه من 3 أيام بيوعدها بالجنة، قالها بنبرة خافتة: ما ينفعش تكلمي أمي كده يا فاطمة. فاطمة حست إن السكينة وصلت للعظم، يعني جوزها اللي كان المفروض يحميها ويقف جنبها بيوقف ضدها بالسهولة دي. يا ترى فاطمة سكتت على خيانة جوزها ليها؟ وإيه اللي عملته عشان ترجع كرامتها؟ شوفوا اللي حصل في الجزء الأخير، مفاجأة محدش هيتوقعها.